جمهور النادي الاهلي، محبين الاهلي، يا ريت شير للفيديو ده، فيديو لهاني ابو خيبه رئيس اتحاد العار في الكره المصريه. اسمع كده. من غير ما تلعب كوره. لا، انا ابن النادي المصري وعشت العمر في المصري، الى ان لما دخلت هندسه كنت رحت الزمالك فتره كده شهرين ثلاثه وما قدرتش اكمل. رحت نادي الزمالك؟ كان مين جيلك؟ كان علي بدر بقى، ده كان اخويا وصديقي، وكان حسن فريد اخويا وصديقي والمجموعه. كان ليكوا انتماءات تانية يعني مثلا في الاهلاويه في الزملكاويه ولا؟ لا عندنا انقسام، كان نقول عيله في اهلاوي عصام اللي هو الحبيب قوي ده كان اهلاوي متعصب. انما اكتر عيله طبعا كان الزمالك يعني بشكل كبير. انما اكتر عيله طبعا كان الزمالك يعني بشكل كبير. انما اكتر عيله طبعا كان الزمالك يعني بشكل كبير. كنت اخشى الاصطدام بمحمود طاهر، مرتضى منصور، كرم كردي. لا، مرتضى طبعا. تخشى الاصطدام بيه؟ مرتضى مفيش حد يجي جنبه. ده هاني ابو خيبه اللي المفروض ان هو مسؤول عن الرياضه المصريه، من المصري البورسعيدي، من اهل بورسعيد. اكيد كلكم عارفين ان في عداوه بين الاهلي وجماهير بورسعيد. لعب في الزمالك، ولاده كلهم زملكاويه. بقول لك انا بخاف من مرتضى منصور. تخيل رئيس اتحاد الكره بقول لك انا بخاف من مرتضى منصور، رئيس اتحاد كره فاشل في كل المجالات. مفيش منتخب حقق انجاز في عهد هاني ابو خيبه. هاني ابو خيبه رمز للفساد في الكره المصريه، رمز للفساد على مستوى المنتخبات ومستوى الانديه. فضايح بالجمله في عصر هاني ابو خيبه. يا ريت شير للفيديو ده من كل الاهلاويه عشان يوصل نفضح هاني ابو خيبه. ويا ريت ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت يرحل هاني ابو خيبه عن اتحاد العار في الكره المصريه.